السلام عليكم أحبائي حبيباتي، كيف انتم؟ مزيانين بخير؟ نتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وبألف خير، ونتمنى تكونوا مزيانين في هذا رمضان إن شاء الله، والله يتقبل منا صيامنا وسجودنا ودعاءنا يا رب، ويرحم جميع موتانا وموتى المسلمين، ويشافينا ويشافي جميع المسلمين يا رب. اليوم جيت نحضر معكم الكورني بواحد الحشوة مزيونة بزاف، عيعجبكم بعجينة سهلة. خليكم مع المقادير، يلا معايا. هنا المقادير ديال الكورني سهلة مهلة وبسيطة جدا، وكيجي كيحماق وكيجي طري وكل شيء. هنا عنا واحد الكاس ديال الحليب، نص كاس د الزيت، عنا هنايا المعلقة د السكر، معلقة ستيتوا ديال الخميرة بيكن باودر، ومعلقة كبيرة ديال الخميرة الفورية، ومعلقة ستيتوا د الملح، وعنا هنايا الدقيق على حسب الخليط. وهنايا بالنسبة للحشوة عنا الدجاج مقطع ستيتو، وعنا الملح واليبزر، هذه هي التتبيله اللي غنعملو لها. وعنا هاد القوالب ديال الكورني، الشكل اللي حبيتو نتوما. وهنا عنا حتى الكريمه كنحتاجو فيها حتى هي عاوتاني كنحتاجو فيها الكاس ديال الحليب، المعلقه ديال النشا واليبزر والملح. هنايا كنبداو بالحشوه هي الاولى. كنعملو جداد الكميه ماشي محدده، يعني انا هنا عملت نص كيلو ديال الجداد مقطعين ستيتوين، وكنشحرهم في الزيت بلا بصله بلا والو. اللي بغى يضيف لها البصله، بصله مقطعه ستيتوا يضيفها ليلا، انا نو. وهنايا كنعملو الدجاج على العافيه، النار زعما عاليه باش ما كيبشي معانا، باش كيشرب دغيا داك الماء اللي كيطلق دغيا كيشرب، وباش كيجي معانا رطب. اذا نقصنا العافيه الدجاج كيطيب وكيزيد يقصح، حنا خصنا غير يشرب داك الماء ديالو صافي، باش كيبقى فتي اللي كتاكلو كيفتي ما كيجيش يقاصح. هنا بعد ما تقريبا بدات يتبخر داك الماء ديال اللي كيطلق الجداد ديالنا، كنخلطو هكذا شتيتو، ودغيا كيشرب معنا ديك السوائل ملي كتكون العافيه مجهده على هذا الشكل هذا. وهنايا كنعملو اليبزر والملح على حسب الذوق، اذا بغيتو تنسموها بشي حاجه كتعجبكم تنسموها، انا بغيت نعملها سامبل. كنشحرو هيدا صافي، كنخلطو وكنزولها على العافيه وكنخليها تبرد. هذه الحشوه اللي باش ما كتبقاش سخونه. هنايا بالنسبه للعجينه كنعملو فواحد الاناء، كنعملو الحليب، كنضيفو عليه الزيت، جميع العناصر، ملاح، السكر، الخميره الفوريه، الخميره العجينه، وكنبداو نخلطو حتى كتذوب معنا الخميره الفوريه مع السكر مع الملح. وهنا كان الطحين ما كاينش، حيت كاين الطحين اللي كيشرب، حيت الطحين ما كيشربش. انا بالنسبه للطحين اللي عندي كيشرب دغيا، ما كناخذش كميه بزاف. هنايا عملت واحد الكاس ديال الطحين، كنخلطو هيدا بالمضرب يدوي حتى يتجانس مع العناصر. من بعد غنعجن بيدي. هنايا غير باش كندخل الطحين حيتاش باقي سائل، كندخلو مع العناصر باش كيجي ساهل في العجينه. كنزيدو كميه تانية، هنايا كنزيدو كميه تانية. الطحين طبعا مغربل عنا، وكنخلطو. هنايا بدا كيقصح شويه معايا، غير شويه نزول المضرب اليدوي وغنعمل سباتولا، غير غنخلط شويه نعجن بيدي، غنخلط بها شويه ونعجن بيدي، حيت ما كاينش بحال العجينه في اليد، باش كتعرف العجينه ديالك شني فيها، واش خاصك تزيدها واش تنقصها. معلقه غير كتساعدك باش كتحرك في الاول، كتكون باقا سائله. هنايا دابا غنخلط هيدا شتيتو وغنزولها على الطريقه هكا، غنزولها وصافي. هنايا كنعجن بيدي،
انا جن بيدي نخلط العجينه، وانا كنزيد في الطحين ما تكون خفيفه ما تكون قاصحه، تكون لينه. ونرجع معاكم بعد ما نعجن العجينه ديالي. هنايا بعد ما عجنت العجينه ديالي وخلطتها كنبدا الكشديتو. هاد العجينه ما كتصح حتى شي تخمر، مجرد ما كطيبوا الحشوه وكتخليوها صافي هي كترتاح 10 دقائق. كتغطيها بالبلاستيك غذائي وكتخليوها 10 دقائق ترتاح. بعد ما كتوجدوا اللاطه ديالكم تفرشوا فيها الكاغي، توجدوا القوالب ديالكم. هنايا غنخوضوا العجينه ديالنا غنبداو نطلقوا على شكل مستطيل. شو هي رخوه معايا ورطيبه ومزيونه العجينه. هنايا كنبداو نطلقوها، هي ما كتلصقش. انا بغيت غير عملت شويه ديال الطحين غير من باب احتياط وصافي حيت العجينه رطبه معايا. وكنطلقوا على الشكل المستطيل ونقدوها. يعني اللي غليظه ما خصهاش تكون رقيقه بزاف وما تكونش غليظه بزاف. هنا كنزول الجوانب اللي كتكونش عندنا العجينه معوطه كتكون ديفورميه. اوكي هنايا كان نقطعوا الجوانب اخرى ونقدوا هاد الجوانب هادو هاد العجين الزائد اللي زولناه ما كنسيبوش حتى هو، كنخليوه هكذاك وكنغطيوه حتى نحتاجوه. وهنايا كنقطعوا على هاد الشرائط. هنايا عينك وميزانك، واخا تجيك شي وحده صغيره ولا كبيره ماشي مشكله، حيتاش ما عندناش الطلبيه ديال الناس كنعدلهم غير الدار ديالنا. اما اللي كتكون طلبيه خصك كلشي بالمسطره باش كيجي كلشي مقدد. وهنايا كنقطعو حتى كنساليو التقطيع ديالنا كامل. بالنسبه للقوالب ديال الكورني اللي عنده كيلصق ويدهنوا بشويه الزيت، واللي عنده الماركه مزيانه يعني كاليتي ديالها مزيانه بلا ما يدهنوا. كناخذ الشريط الاول وكنبداو نلويو على هذا الشكل هذا. كنعملو وكنثبتوها من تحت، بعدا كنزيروها من تحت كنشدوها. من بعد كنبداو هنا كنبداو نلفوها بطريقه سهله جدا. والعجينه اللي كتكون مخدومه مزيانه وهذه كتساعدك دغيا كتلوى. ما يعني مزيانه بزاف العجينه سهله على الطريقه هذه. وكنبقاو نلويوها حتى كنساليو ما كنوصلوهاش لفوق باش نقدروا نخرجوها. كنخليو شويه ديال ليسباس هكذاك. وديك الاخر شريط كنعملوه من تحت. انا يدي فيه العجين وفيه الطحين، راه يدي نقيا غير الطحين ضروري. ونعاود معكم الثانيه على هذا الشكل هذا. هذا كيجي مفتوح من جوج ديال الجنب، يعني من فوق ومن تحت. تا هو نفس الطريقه عاوتاني كنلفوها عليه وحنا ماشيين. واحد اليد كيشبر العجينه، واحد كيرولي، واحد كيشبر العجينه، واحد كيرولي حتى كنساليو. هنايا شويه الا تخسرت لك شي وحده ولا تجبدت معك تقطعت دغيا كنعدلوها. العجينه لينه ومطاطيه يعني كما كتلعب بها كما حبيتي على هذا الشكل. حتى هو هكذا. ولو كنعملوهم هكذا وكنعملوهم في اللاطه ديالنا كتكون مفرشه بالورق ديال الزبده من الاحسن. وهذا ثالث واحد كنعملوه. وبالنسبه اللي كنساليو انا عملت واحد اللاطه وما تصورتش معايا، عملت اللاطه اخرى وهذه عملت فيها غير نص باش نصوركم بالطريقه باش تشوفوا. هنايا من بعد كندهنوهم بالصفر د البيضه مع معلقه ديال الخل كنعملوهم وكندهنوهم. ويكون الفران عندنا على درجه 150 درجه. كنعملو من تحت يطيبوا وعاد نعملو من فوق. اللي عندهم فوقي ومن تحت يطيبوا. كنعملو معايا شويه حبه الزنجلان وحبه البركه وكندخلوهم. هنايا بعد ما خرجوا الكورني ديالنا كيجي كيحمق مع الاضاءه. ما تديوش عليه الاضاءه شويه. عندي المطبخ ماشي فيه الشمس بزاف، كنعمل الضوء حيت الضوء كيعكس الخيال ديالي. هنايا كنمشيو نعدلوا الكريمه. هو العبار دابا انا هنايا عملت جوج العبار عملته مضوبل. يعني هو العبار ديالها النورمال كتعمل كاس الحليب، معلقه كبيره د النشا، شويه د الابصار، شويه د الملح. انا عملت العبار هنا مضوبل، جوج كيسان د الحليب وعملت جوج كيسان د الحليب
وجوج معالق كبارين ديال النشا او مايزينا، وعملت الملح واليبسار على حسب الذوق، وكنحركوهم ونخلطوهم مزيان، عاد نعملوهم فوق العافيه يبدا يغليو معانا. صافي كنزولوهم ونعملوهم على الجداد اللي عندنا ونعملوا لهم الجبن بوله او جبن موزاريلا. من بعد كنبداو نعمرو بهم الحشوه ديالنا، بعد نعمرو بهم الكورني ديالنا. كنعمل فيهم الجبن، يعني الجبن بوله او جبن موزاريلا او الشيدر اللي عندكم موجود. كنعمروا هاد الحشوات كاملين، وتقدر اللي تعمرهم، انا ما بقاش عندي الجبن يعني اللي كتعمرهم كتزينوهم الجبن محكوك من فوقي، انا ما متوفرش معايا الكميه اللي كانت عندي. صافي عملتها. وها حنايا بعد ما عمرناهم كيجيو على هاد الشكل هادو، كيجيو كيحمقوا مزيونين بزاف ويعجبوكم بزاف، خصوصا كيكونوا سخونين كيحمقوا ولذاذين وكيخرجوا واحد الكميه كبيره. والله كيخرجوا كميه كبيره، خرجوا لي اكثر من 30 حبه، يعني باقين اخرين. انا عملت غير اللي في الطبسيل دابا ديال التقديم، باقي عندي في الكوزينه. ونتمنى ان شاء الله هاد الوصفه تنال الاعجاب ديالكم وتعجبكم، نتمنى تجربوها، ونتمنى نكون خفيفه وظريفه عليكم. وفي الفيديو القادم ان شاء الله في وصفه اخرى ان شاء الله باذن الله. دمتم في رعايه الله وحفظه، ونخليكم مع هذا المنظر الجميل، وبلا ما نوصيكم ما تنسوش اللايكات.